استاذه منة شلبي الفنانه الوقوره المحترمه القدوه، انا قلبي معاكي فعلا وربنا يفكك منها على خير، وان شاء الله خير وما تقلقيش وكلنا في ظهرك، واي حد مش عاجبه الكلام شخبط عليه، محدش ليه دعوه باستاذه منة شلبي ماشي. بس ايه ده بس يا عم، بس ثواني هقول لك على حاجه. بص على الصوره دي كده، دي مش ادوات تجميل، دي مخدرات اتمسكت مع منة شلبي وهي راجعه من امريكا في مطار القاهره. القبض على الفنانه منة شلبي بحيازتها المواد المخدره. ألقت قوات الامن المصريه في مطار القاهره يوم الجمعه القبض على منة شلبي وهي راجعه من امريكا، وجايبه لنا معاها الخير كله، جايبه لنا مخدرات، وكان معاها 12 كيس في شنطتها مليان مخدرات طبعا اللي جايباه من امريكا الى القاهره. بيفتشوا شنطها طبعا في المطار، فلقوا معاها مواد المخدره اللي احنا بنقول عليها اللي هي في الصوره ديت، ودي اسمها الميرجوانا، ودي مخدرات مصرح بيها في امريكا ان انت تمشي بيها وتشربها عادي، وبتتباع كمان في السوبر ماركت في امريكا عادي جدا. كلنا عارفين ان كل حاجه في امريكا تختلف عن مصر، هناك قانون وهنا قانون تاني خالص. ماشي يا عم الحاج، تمام قوي الكلام ده. ليه افرجوا عن منة شلبي وطلعت مع اني ماسكينها بمخدرات يعني حاجات غلط؟ قال لك لا يا عم، المرجوانه دي مصرح بيها في امريكا عادي وهي جايباها من امريكا. يعني النقطه هنا ان هي جايباها من امريكا ولا جايباها من مصر؟ ما هي دخلتها من امريكا الى مصر، ايه الحوار يعني؟ قال لك لا، هي جايباها للتعاطي مش جايباها للتجاره، هتختلف هنا. ليه يا عم الحاج تختلف؟ يا عم ده هتتعاطاها، احنا ملناش دعوه، وفعلا احنا ملناش دعوه، كل واحد اولى بصحته. عايز تشرب حشيش اشرب حشيش، عايز تشرب ميرجوانا اشرب ميرجوانا، عايز شم يا عم، دي صحتك وملناش دعوه بيها، احنا معاكم. المساواه والعدل، اللي هو ايه؟ اللي هو قفشنا فنانه معاها حشيش او معاها مخدرات، وقفشنا شاب مصري عادي غلبان معاه برضو مخدرات. هل هنا بقى لو وقفت الاتنين قصاد بعض هتعمل ايه مع الفنانه وهتعمل ايه مع الشاب المصري؟ طبعا كل الناس عارفه الشاب المصري هيتعمل معاه ايه والفنانه هيتعمل معاها ايه او اتعامل معاها ايه. افرجوا عن الفنانه وهي معاها كميه كبيره من المخدرات ومهرباها في شبيه ميك اب، حاجات ميك اب يعني وحاجات بنات مهرباها فيها، يعني هي عارفه ان الحاجات دي اصلا غلط، فعشان كده هي حطتها في حاجات مواد تجميل وبتاع عشان ايه؟ ما حدش ياخد باله منها، يعني عارفه ان الحاجه دي اصلا غلط ان هي تخش، ومع ذلك دخلت وعدت بيها. تحفظوا عليها كام ساعه في القسم وبرده خرجت وخدت حاجتها اكيد معاها، لان دي حاجه عادي انت هتتعاطيها فمالناش دعوه بيها. لكن تعالى هنا بقى امسك شاب مصري ماشي في الشارع معاه اي مواد مخدره، قضيه وهيتحبس. طب ليه ما تحسبوهاش ان الشاب ده مدمن مثلا وبرده نفس الكلام غصب عنه بيجيب الحاجه دي وبيشتريها، فنساعده يا عم، نوديه مصحه نعالجه، مش ناخده نحبسه ونطلعه متشرد ونطلعه صايع وبلطجي، ولا هي عشان فنانه ومعروفه وليها ظهر؟ لا، انا هنا بقى بتكلم في الحته دي ان احنا لازم نبقى في مساواه ما بين هنا وما بين هنا. انا ما بشجعش انك تسيب شاب معاه حشيش او بيشرب حشيش، لا انا ما بشجعش حاجه زي دي خالص. خلوا القانون ياخد مجراه معاه، بس ايه هو بقى اللي يحصل هنا مع الفنانه يحصل هنا مع الشاب. اكيد في ناس فاهمه كلامي كويس، بس انا مستغرب الناس اللي متضامنه مع منة شلبي، وربنا يفكها عليكي، واللي هيقعد يدعي عليها، واللي عنده كلمه حلوه يقولها، واللي ما عندوش كلمه حلوه. احنا مش هنطلع نشتمها ونقول انت فيكي وفيكي، لا احنا بنتكلم كلمه حق. طالما انتوا ناس بتحبوا الحق اتكلموا في المساواه، واما الناس اللي بتتكلم في حاجه زي كده فانتوا حابين الحاجه دي فحابين المخدرات، فاحنا طالعين من خلال الفيديو ده بنقول المساواه ولا للمخدرات، فعشان نمنع حاجه زي كده نمنعها من البلد تما. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان دي صفحتي الجديده، دعموني عليها عشان الصفحه القديمه اتقفلت. شكرا ليكم ويا ريت الناس تفهم كلامي. سلام.